الناس بتسهر بتبقى اعصابها مضطربه، فبالتالي بنسميه ايموشنالي فراجايل، يعني بينهار بسرعه، سواء بيتعصب بقى سواء بيعيط، يعني حسب بقى هو الرياكشن بتاعه، حسب اسلوبه، حسب الكلام بتاعه. لو هو انسان عصبي هتلاقيه بيتعصب لاتفه الاسباب، تمام. لو هو انسان هادي كده وطيب وغلبان هتلاقيه بيعيط وبيتعب بقى، بيكتئب على طول. ليه؟ لان انت على طول حطه في الاسترس فيز. يعني الاسترس بيجي من قله النوم، فبتعلي الاسترس هرمونز، بتعلي الادرينالين، فانت حاطه في ستريس على طول، معلي عنده الادرينالين وهرمونات التحفيز، فمخلص طاقته اول باول، لان انت عايز تفضل فايق وجسمك بينهار، بيعلي عندك الهرمونات اللي بتخليك فايق، فبكده بتستهلك الطاقه بتاعت الجسم وتستهلك الطاقه بتاعت الجهاز العصبي. طيب ممكن يحصل اوفر تريننج. ايه الاوفر تريننج؟ يعني انا بتمرن دلوقتي، فانا بتمرن لازم ادي لجسمي فتره حاجه اسمها ريكفري. الريكفري ده يعني ايه؟ الاستشفاء. الاستشفاء يعني ايه؟ وانا بتمرن عضلات تتكسر، فعشان العضلات ترجع تتكون تاني ويحصل الهايبرتروفي، حجم العضله يبقى كبير وتعويض لحجم شكل العضلات، لازم اعمل 3 حاجات: اكل وراحه ونوم. الراحه تفرق عن النوم. الراحه ده يعني ايام ما اتمرنش فيها. النوم اللي احنا عارفينه. فاحنا عندنا 3 عوامل: اكل كويس، ما اتمرنش 7 ايام، لازم اتمرن مثلا 5 ايام ماكسيموم، 6 ايام، و5 ايام بيبقى كافي. تالت حاجه ان انا انام بشكل كافي 7 8 ساعات زي ما احنا قلنا.